الفيديو المنتظر يا جماعة، أخيرا وصلت ل 920 مشترك، وزي ما وعدتكم هعمل فيديو عن الإكسسوارات، لأن أنا أصغر صانعة إكسسوارات في مصر وأصغر صانعة مجوهرات في مصر، فأنا هديكم نصايحي. وطبعا النصيحة بتبتدي من الشراء. يلا بينا نشوف ازاي. بس قبل ما نشوف انا عايزه اقول لكم شكرا ليكم بجد على تعليقاتكم الايجابيه، وشكرا ليكم على دعمكم النفسي ليا. انا ما كنتش متوقعه كده خالص. انا كنت فاكره ان الناس اللي بره زي الناس اللي في النت، لكن انتوا اثبتوا لي العكس. الناس اللي في النت محترمين جدا. شكرا ليكم بجد على دعمكم ليا وعلى تعليقاتكم الكويسه. شكرا ليكم على اخلاقكم. انا جالي 6 كومنتات، 5 منهم إيجابية. شكرا ليكم. واحد منهم سلبي، وطبعا السلبي ده يعني ما عندوش أم ولا أب يربوه، طبعا حاجة معروفة يعني. لكن بقية الناس انتوا حبايبي وانتوا قلبي وانتوا عيني. شكرا ليكم بجد. و انتوا وصلتوا المنشور اللي هو بتاع الخاتم والغويشة أو الإسوارة، وصلتوه في غضون 3 أيام بس. 6 لايكات، يعني فوق ما أنا طالبة كمان. شكرا ليكم بجد. وفي غضون أقل من أسبوع زدت 10 مشتركين. شكرا ليكم بجد. أنا مقدرة جدا كده، وبس شكلي وبسببكم شكلي هحب الشهرة وأحب الفن أكتر ما أنا حباه يعني. شكرا ليكم وشكرا على دعمكم النفسي. ومش هطول، أنا بقالي دقيقة ونص أهو بتكلم. يلا بينا نشوف. أول حاجة هنجيب اكسسوارات ازاي. طبعا اول حاجه مظهرك ممنوع حلق، ممنوع سلسله، ممنوع غويشه، ممنوع خاتم. ليه بقى؟ علشان انتي رايحه محل اكسسوارات، ممكن يسرقك وممكن يقول انت واخده حاجه مني، او يعرف انك بتحبي الحاجات دي يقوم سرقك. يلا بينا. لما تيجي تخش على محل، اسالي عن الاسعار، اساليه عن سعر القطعه دي بكام او الشيء ده بكام. قالك السعر، امشي وروحي محل تاني. اسألي عن كل محلات المحافظة عن نفس الحاجة، وأرخص محل روحيه واسأليه فيها، وحاولي انك تفاصلي فيها. لو وافق انك تفاصلي آم، كان بها واشتري الحاجة. موافقش انك تفاصلي، قولي له ما فيش غير الفلوس دي اللي هي فلوس الفصال اللي انت قللتي عليها 10 و20 جنيه. قالك معلش يا فندم، قولي له خلاص باي باي، يعني هو مش اول ولا اخر واحد في البلد يعني. ولو وافق طبعا في الفصال يعني، اديله الفلوس واشتري الحاجة. ناس هيقولوا لي طب ما احنا كده هنقعد نلف يعني على كل المحلات وكده يعني. هقول لكم لا. انت دلوقتي هتروحي محل، هتسألي عن القطعة دي سعرها بكام. المحل ده هيقولك 150، المحل ده هيقولك 170، المحل ده هيقولك 200، والمحل ده هيقولك 100 بس. لفي كل محلات المحافظة. ناس هيقولوا لي تتعب علينا. هقول لكم لا، اتعبي يوم وارتاحي بقية عمرك. شوفي أرخص مكان بيبيع الحاجة، ده أرخص مكان بيبيع، روحي عنده. قوليله مثلا بيبيع ب100، قوليله يا عم أنا ما معيش غير 80 جنيه، ينفع معاك؟ هيقولك لا يا فندم آخر قطعة ومش عارف ايه. خلاص امشي وسيبي الحاجة يعني عادي. مش هتعيشي ومش هتموتي من غيرها. لكن ممكن في بعض البيان يقولوا طب ما يمشيش معاكي 95، طب ما يمشيش معاكي 90. دول ماشي اشتري منهم. لكن يقولك لا ما ينفعش ولا كده، وتلاقي معاملتهم رخمة، امشي منهم. امشي. يعني احنا الاكسسوارات دي مش هتعيشنا مش هتموتنا يعني. لكن دي الفصال. وهو اصلا هيقولك انت اول ما تمشي هيقولك ارجعي يا فندم. انا اسف خلاص. هو مش قالك انا اسف يعني، بس هيقول ايه؟ هيقول طيب يا فندم خديه ب80 جنيه. ماشي. طبعا في ناس هيقولوا لي طب ما احنا كده تعب علينا هنلف على كل المحلات اللي في المحافظة. طب ما ده قريب مني، طب فلوس المواصلات مش عارف ايه. دي طريقتي يا جماعة، كل واحد حر في طريقته. ماشي. دي كانت طريقتي في شراء الاكسسوارات. طيب يا جماعة، في بقى سؤال تاني. لو انا مثلا بروح اشتري من محل، والمحل ده فجأة غلى عليا السعر انا بالذات، او ما بقاش يفاصل معايا، او بقى تنح معايا. ليه ده بيحصل؟ ده بيحصل لان اول حاجة هو عارف بقى انك زبونة كده ملحة ورخمة، بتفاصلي معاه فهو زهق. ماشي. يا ستي سيبيه يعني، هو كان اول ولا اخر تاجر في البلد يعني، عادي امشي وسيبيه، هو حتة بياع يعني ولا راح ولا جاي. تاني حاجة يعني ممكن يكون الرزق جاله فما بقاش بيحب الفصال، لان اصلا البلد راكدة محدش بيشتري، وانتي لو هتشتري فانتي هتفصلي فهو هيوافق. هو بقى جاله رزق مش عارف ايه خلاص بقى. يا ستي كل واحد يعني دماغه مريحاه يعني، انتي ولا ايه يشغل بالك. لكن انا عن نفسي اهم حاجة الكرامة.
في فيديو برضه هابقى أتكلم عنه عن التجارة، إزاي تفتح مشروع، إزاي تأجر محل مثلًا، إيه هو أحسن مكان، مثلًا الأماكن إيه، مثلًا نفتح في شارع رئيسي والّا نفتح في شارع جانبي، معاملة الزبائن. أنا عايزة أقول لكم إن في محلات ملابس ومحلات أحذية ومحلات حقائب كنت بادخلها، الأسعار بتبقى يعني معقولة بس غالية شوية، مثلًا شوزة ب200 والّا شوزة ب250، فدي أسعار غالية، أنا متعودة إني أشتري ب70 وب50 بس، ماشي، أضطر إن أنا أشتري أو أجبر نفسي إن أنا أشتري، لإن الراجل بيكون يعني إيه، مثلًا محترم جدًا أو سِت محترمة جدًا، يا فندم كده، ومثلًا يجيبوا لي كوباية مَيّة مثلًا عشان لو أنا عطشانة مثلًا، ويجيبوا لي كيسة مثلًا لو هاغيّر شوزة أو كده، وبتبقى معاملتهم كويسة، بيبتسموا في وشِّك، ما عجبكيش حاجة، طب يا فندم شوفي دي، طب يا فندم شوفي دي، دول الناس التُجّار اللي أنا باحس إن هُم فعلًا إيه، عايزين يبيعوا. فبيصعبوا عليَّ وباشتري منهم، لكن اللي هو زي اللي في التلاتيني ده، لأ ما عنديش، وهو يبقى عنده والحاجة قدامِك، لأ ما عنديش، مش عارف إيه، ناس هيقولوا هو مش عارف اسم المنتج، لأ هو عارف اسم المنتج، ما فيش تاجر ما يعرفش أسامي المنتجات اللي عنده خالص، ما فيش، ده يعني حِجة خايبة كده بنقولها لبعض، ده سيبِك منه دماغه مريحاه، لكن أنا باتكلم عن نفسي بس، وكل واحد حُر في أفعاله وكل واحد حُر في قراراته، ماشي؟ وليه بقى انا قلتلك ما تلبسيش حلقان وسلاسل وانتي رايحه محل اكسسوارات؟ اول حاجه هيسرقك، هيقولك انتي واخداها من عندي، وحصلت معايا قبل كده، لان انا صدفه كونيه يعني، ما كنتش عامله حسابي خالص، ماشي، دخلت محل كنت انا لابسه نفس الحلق اللي كان معروض عنده، هو بيبقى عنده زي شبكه كده، بيبقى حاطط عليها الحلقان كده اكياس كده ورا بعض، يعني طريقة في العرض يعني، فصادف إن نفس الحلقة اللي أنا لابساه هو جوّه عنده في المحل، أنتِ واخداه مني مش عارف إيه، على إيه، إحنا نقلع الحلقان نحطها في شنطة أو نحطها في كيسة صغيرة، نحطها في جيبنا، أي حتة يعني، شنطة والّا بوك مثلًا والّا جيب البنطلون وندخل المحل. تاني حاجة لأ هيشوفِك لابسة إكسسوارات وكده، هيقول ده هي بقى بتحب الإكسسوارات والحاجات دي، أمّا أغلّي عليها. وحصلت لي قبل كده وكنت باستغرب ليه، وبعد كده إيه استوعبت، أنا باقول لكم خلاصة تجربتي في الحياة ببلاش، مقابل لايك واشتراك منكم بس، بس يا حبايبي كلكم حبايبي الصراحة، ماشي، فهو يقول إيه ده دي بتحب الإكسسوارات مش عارف إيه، وهيقوم إيه مغلّي عليكِ السعر، ماشي. تالت حاجة لازم تفاصلي جامد، لإن هُم أصلًا بيكونوا جايبين الحاجات دي ب5 جنيه والّا ب10 جنيه مثلًا، وبيبيعوها بقى ب100 وب120 وب200 وأسعار كده خزعبلية، ماشي، وطبعًا إحنا ما عندناش فلوس كتير، اهم، أو حتى لو إحنا معانا فلوس كتير يعني حرام تصرف كل الفلوس دي في لعب عيال، فاهمين قصدي إيه؟ هي مش حاجات ضرورية، هي حاجات تكميلية، هي حاجات جمالية، الحاجات الضرورية زي اللي أنا قُلتها لكم الأكل والشرب، ماشي. تاني حاجة أنا هاتكلم عنها وهي الأطقم اللي إحنا بنشتريها، أنا عن نفسي لمّا باحب أشتري مثلًا حلق أو حاجة أحب إن أنا أطقمه، ما احبش حلق من الشرق وسلسلة من الغرب، دي أنا أكرهها تمامًا، وبتخلّي شكلِك مضحك وشكلِك مُهرِّج أكتر ما هو شكلِك جمالي. أنا عن نفسي باحب إيه، لو لقيت، هاتكلم برضه في موضوع لو أنا ما لقيتش وعايزة أطقم حاجتي برضه، لكن لو لقيت باجيب ده دهب فالصو لكن طقم، بصوا كده على عبوة، ظهرت بيه يعني في اكتر من فيديو، وبروح بيه الجامعة وبخرج بيه بس مع اهلي طبعا، الجامعة امان، فيها بوليس وفيها امن الجامعة وكده، ولما بخرج مع اهلي، لكن ما ينفعش اخرج لوحدي الحاجات دي، لان ممكن اتخطف او ممكن اتسرق، وهو شكله حقيقي لكن هو عيرة يعني مؤاخذة، يعني هو ايه اللي طقم دهب ب300 جنيه ده، ماشي. بصوا ده فيه انسيال وسلسلة وحلق وخاتم، فعشان كده انا بحبه، وبحب طبعا ان انا ايه البس الحاجات اللي شكلها نفيس او شكلها غالي، ما احبش البس الحاجات اللي هي رخيصة يعني خالص،
ولا احب حتى السلاسل الرفيعة دي اللي هي شكل كده، دي انا ما احبهاش البتة. انا احب بس اللي هي ايه الاطقمة. لكن انا لو ما لقيتش اطقمة اطقم حاجتي ازاي؟ سهل جدا. يعني بصوا عليا كده، احنا هناخد ايه بحاجة اسمها العناصر الاساسية. ايه العناصر الاساسية؟ مثلا انا عايزة اطقم البس طقم مثلا ورايا حفلة او قاعدة في البيت او ورايا خروجة، ايا كان ايه هو السبب، انا عايزة اطقم. ماشي، اخد العناصر الاساسية. العناصر الاساسية ايه؟ شكل قلب وفصوص. بناخد بالاعتبار حاجتين، اللون والشكل. الشكل الغالب هنا قلب، بصوا، قلب، قلب ودواير، والاشكال دي. طيب شكل قلب وفصوص حولناه لفص كبير، مش مهم الحجم. بصوا انا مش حاطه الحلق ببرمته فبيقع مني عادي جدا. ماشي، اخدنا بعين الاعتبار ايه؟ ان فيه هنا فصوص ولونه ابيض، فقمنا طقمنا الحلق بقى شكله كده. مثلا انا بدي مثال، ده العناصر الاساسيه. شكل القلب هنا، شكل الدواء كبرناه. ماشي، لون ابيض وفيه فصوص صغيره خليناه على السلسله. شكل قلب شكل مقارب لشكل السلسله. بصوا، شكل مقارب لشكل السلسله. اهو اهو. والغويشه اهي، الغويشه مطقمه مع السلسله ومطقمه مع التاج. ده بيقع كل شويه عشان مش حاطاه بالريمه. ماشي، فده اسمه العناصر الاساسيه. طيب لو انا مثلا ينفع البس ده مع اي تاج ابيض تاني فيه فصوص لو اتحققت فيه العناصر اللي انا قلتها لكم. مثلا ده شكل قلب، فانا حاسه ان ده عشان فيه شكل قلب في النص كده وفيه فصوص طالعه كده زيه، ده طبعا من حته، وده والحلق ده من حته، والاسوره دي من حته تالتة خالص. ماشي، انا عايزه اطقمهم مع بعض، فانا ايه بقول؟ ده في حاجات مشتركه ما بين ده وايه، واجيب الحاجات على اساسها. ومثلا زي ما احنا شايفين تاج زي ده، التاج اللي هو زي ده، بصوا الجوهرة اللي في النص عاملة شكل دمعة العين بس بالمقلوب، يليق عليها الحلق ده. ليه؟ لأن فيه العناصر الأساسية، شكل دمعة القمر وفصوص صغيرة، وده شكل دمعة القمر وفصوص صغيرة. ده يليق عليه جدا لأن فيه ايه؟ 2 عناصر مشتركة، أو هي تحسيها هي أكتر من عنصر مشترك يعني. ماشي، طيب هل التاج ده والحلق ده يليق عليهم السلسلة دي؟ أيوة يليق عليهم السلسلة دي، لأن حققت 2 من، أو على الأقل عنصر واحد، واللي هو الفصوص اللي هي نفس اللون، فصوص صغيرة فصوص صغيرة فصوص صغيرة نفس اللون اللي هو الأبيض. طيب هل يليق برضو على التاج والحلق ده طقم زي كده؟ يليق عليه. وده نص طقم بيبقى ارخص من الطقمة التانية. ده حلق وسلسلة. ايه السلسلة دي تليق علشان فصوص بيضة زي التاج وزي الحلق، وده برضو يليق لان هو برضو فصوص بيضة وحلق وسلسلة، يعني قريبين للشكل ده، حققوا تقريبا عنصرين. ماشي، طبعا احنا بنراعي ان احنا لما بنجيب الحاجات دي نيجي نشتريها، طبعا غير ان احنا نشوف ارخص مكان بيبيع الحاجات دي، بنراعي ان هو تكون فيه تشابهات. يعني مثلا التاج ده قلب وده قلب، نراعي مثلا كده. ماشي، ده ممكن يليق لان رسمته قريبة لرسمة التاج، يعني ده قريب ليه شوية ممكن. ماشي، زي ما انتم شايفين الحلق مناسب جدا للتاج. ماشي،
طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن ازاي نطقم الحاجة. انا حققت عنصر واللي هو اللون والاشكال تكون قريبة لبعض. بالذات انا بستحب استخدم الاكسسوارات البيضاء والاكسسوارات الذهب، يعني دي المفضلة عندي. ماشي، ممكن لو شفت فكرة على النت كده احاول اقلدها، لكن اللي بحب اخرج بيه واللي بحسه نظيف وبحسه فخم وكده هو الاكسسوارات دي. في ناس يقولوا لي دي سواريه ومش عارف ايه، هقول لكم انا بحب اخرج بيها الجامعة وبحب اخرج بيها لاي حتة يعني. وبصوا دي عبارة عن غويشة بيضة فصوص كده ب20 جنيه. دلوقتي مش عارفة بكام، ب30 ولا بايه، الأسعار غليت بعيد عنكم. أنا كنت جايباها ب20 جنيه بس، وكانت ماما بتقول غالية قوي وكده يعني. فدي تليق على كل اتجاه وتليق على كل حاجة يعني، لأن دي فيها فصوص صغيرة ودي فيها فصوص صغيرة بيضة برضه. فدي ايه، دي حققت الشروط. ماشي. طيب لو أنا عايزة أحافظ على الإكسسوارات بتاعتي، ايه هي الحاجة اللي أنا أقدر أعملها؟ بصوا يا جماعة، انا ازاي بحافظ على اكسسواراتي بتعيش معايا كتير. معلش بهز الكاميرا كتير لكن علشان تقرب على الوجه بتاعي. بصوا يا جماعة، دلوقتي انا ازاي اخلي الاكسسوارات بتاعتي تعيش؟ اول حاجة بعملها هو المونوكير الشفاف. ماشي، ده انا حاطه عليه اكلادور شفاف او مونوكير شفاف، الطقم ده علشان ما يصديش. ماشي. آه لو انت عندك حاجات مصدية، دهب مصدي، اوعي ترميه. روحي عند حتة كده، مش عارفة، هي حتة في اسكندرية معرفش اسمها ايه، لكن هما بيحطوا لها طبقة مذهب كده. مثلا جبتي حاجة مثلا وسايباها كده على طول، ولا بتحطيها في درج ولا بتحطيها في كيس ولا حافظاها ولا اي حاجة، سايباها كده، فاكيد طبعا الهوا هيأكسدها لان هي بتبقى من النحاس، فبتصدي طبعا، فبيبقى شكلها وحش قوي. بيروحوا بقى الحتة الناس دول تدهنها دهب او ترش عليها دهب، حاجة زي كده، مش فاكرة الاسم بالظبط، لكن اسمها ورش المذهب او ورش الدهابة، مش عارفة. لكن هو اماكن يعني بتروحي يرشوا كده طبقة، بتبقى مثلا ب20 ب30 على حسب القطعة وعلى حسب الكمية يعني، وعلى حسب مثلا الخاتم غير السلسلة وكده يعني. انا ما بحبش الموضوع ده خالص. انت من الاول حافظي على حاجتك. ما يعني على فكرة، يعني عايزة اقولك على حاجة، انت يعني فرحانة بان انت كل سنة بتدفعي 20 ولا 30 جنيه عشان تدهنيها دهب تاني؟ طب افرضي لو واحدة انت تعرفيها شافتك وانت رايحة المكان ده تدهني الحاجات اللي عندك وهي صدت، هتقول عليكي ايه؟ غير بصة الناس وغير صرفة الفلوس، انت ذات نفسك انت يعني مش حاسة بنفسك؟ او مفيش بلد خالص، مفيش نو بلد؟ او بجد بستغرب الناس دي. طب ما انت من الاول تحافظي على حاجتك، وانا هو جاية اقولك ازاي تحافظي على حاجتك. انا بستخدم اكلادور شفاف او مونوكير شفاف، بدهنه بيها كده طبقة خفيفة، ولا مش بتقلل اللمعان. بصوا اهي. وكمان لو مثلا سلسلة زي دي تشيليها كده تقوم عاملة اخضر تحت على الرقبة او على ايدك مثلا، تعمل اخضر او اي حاجة، سهلة جدا يا جماعة. تجيبي اكلادور شفاف او مونوكير شفاف ودي تهنيها من جوه مونوكير شفاف. بصوا دي انا دهناها من جوه مونوكير شفاف، اول ما جبتها كانت بتخلي ايديا خضرة، حاطه لها مونوكير شفاف. ادهنوها مونوكير شفاف في كل حتة. بصوا حتى هنا في الحرف ده دهن عليه مونوكير شفاف برضو. ليه؟ علشان يكون في عازل ما بين الهواء او مادة الاكسجين مع النحاس او المعادن اللي انتي هتستخدميها في الاكسسوارات يعني. لان الحاجات دي بتصدي، الحاجات دي يعني بعد اقل من 6 شهور، 4 شهور 5 شهور على حسب الرطوبة وعلى حسب الدنيا حر ولا برد، بتصدي. فانتي استخدمي منوكير شفاف. هل احنا هنكتفي بالمنوكير الشفاف؟
لا طبعا لازم حاجة اسمها زيادة تأكيد. زي ما انتوا شايفين الحاجات دي بقالها معايا كتير قوي، انا شكلها زي الجديد. بحطها في الكيسة بتاعتها، يعني الاكياس دي هي جاية بيها، ماشي، جاية بيها. انا بقى ما برميهاش. في ناس اول ما يجيبوا الحاجة، يقوموا ايه رامين الاكياس في الزبالة. ده غير ان هو تدبير منزلي الف ب، لا يقوموا ماسكين الحاجة رامينها في الزبالة. طيب يا الملكة، انا دلوقتي ما معيش الحاجة اللي انا احفظها فيها. سهلة جدا. دي كيس شفاف بتاع الخضار اللي احنا بنجيب بيه الخضار. هنعمل ايه؟ هنجيب اي كرتونة مثلا، اي كرتونة، ونحاول نثبت عليها. دي اللي هي جاية بيها. استنوا هوريكم كرتونة انا اللي يعني ايه، في طقم انا جبته انا اللي عامله لها الكرتونة. استنى، بصوا يا جماعة، ده مش الكيسة اللي هي جاية بيه، انا اللي عامله لها ده. حتى بصوا من ورا انا اللي عامله لها. يعني هو الطقم ده كان جاي سايب كده، كان الطقم ده جاي سايب كده، فانا اللي حطيته. تقولوا لي ازاي؟ اقول لكم، انا جبت السلسله والحلق ايه كانوا زي ده، بس انا كنت زمان بقى معرفش ان هما لما بجيب الحاجات دي بتصدي. انا كنت بقى فاكره انها زي امريكا ودول بره بتقعد بقى طول العمر ما بتصديش، لكن عرفت انها بتصدي فندمت جدا. فجبت انا مونوكير لونه رصاصي، لكن لونه رصاصي لون الحديد كده، ماشي، مش رصاصي لون قلم رصاصي اللي هو لون سيلفر، ماشي. جبت اكلادور سيلفر، واضطريت بقى ان انا اجيب الخله واعمل على الخله واقعد بقى ايه حاجات صغيره قوي. كان الموضوع صعب جدا. قعدت 3 ايام حرفيا، اكتر من 3 ساعات في اليوم على يمكن سلسله وحلق. فعلى ايه ما احنا نحافظ على الحاجه من اولها. انا هنا عشان اعلمك تحافظي ازاي على حاجتك. فانا اللي جبت كرتونه مربعه، قصيتها على قد الحاجه. حتى تلاحظوا ان دي من كرتون إلسا، كانت من كشكول قديم عندي اللي هو بتبقى جلدتهم بيضة ده، وقمت قصيته، ماشي. وبصوا عملت ايه بقى، قمت عاملة خرم هنا وخرم من الجنب وخرم من الجنب، وقمت جايبة من اللي هي في كده حاجات بتتني كده. هقول لكم جبت سلك نحاس يعني وخلاص، وقمت رابطه بيه من هنا ومن هنا، وقمت عامله خروم للحلق، ماشي. وفتحت كده شقيت كده، عملت شق كده او فتحه عشان احط فيها الخاتم، لكن عملتها واسعه شويه عشان اعرف احط الخاتم. وطبعا عملت فتحه من هنا، بصوا من ورا عشان تفهموا الموضوع اكتر. عملت فتحه من هنا وفتحه من هنا عشان الانسيال، وبصوا من ورا عامل ازاي. طبعا ربطتهم. فالوقت يعني ما ضاعش على انك تحافظي على حاجتك. ابقي دهنيهم منوكير شفاف، وبعد ما تدهنيهم منوكير شفاف حطيهم في كيس زي ده، حطيهم في كيس زي ده. الدنيا سهلة يعني. بس هو ده. هل في اي توبك عايزين نتكلم فيه؟ انا هتكلم فيه، لكن طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك، علشان غير الموضوع بيحفزني، الموضوع بيخليني اكون سعيدة.